حلقة مختلفة تماما. ما تستغربوش انا لوحدي يعني قاعد كده وحتى لابس تيشيرت اسود. نكسة على اللي حصل مع ان ده عيد ميلادي يعني، بس مش مشكلة. انا كنت ناوي اتكلم في الحلقة دي عن حاجة تانية خالص، بس هي جت كده صدفة يعني. لقيت نفسي فاضي قلت اما اتكلم. احنا عندنا بطولة كتير قوي في البلد، مش عارفين نوديه فين. فطبعا الحكومة مش معقولة يعني يزعلها نبقى عندنا حاجات كتيرة فايضة. قلت لك نعمل ايه؟ احنا نروح نجيب الملثم بتاع خط رميم الغاز، وبعدين نجيبه يفجر البترول ويمشي. بعد كده الملثم بقى يبدأ يحترف بقى خلاص خلص بقى نجيب الغاز، يخش بقى على ايه، على البترول، ويحترف ويمشي ويلعلع ويتشهر ويبقى الملثم دوت اشهر ملثم مطر. واحنا المشكلة بقى لنا شهر مش عارفين نشتهر. انا بفكر بعد كده نغير نشاط القناة ونخليها نخليها تفجيرات وفقع سوري وقتل. يلا يمكن نتشهر. هو ده اللي ماشي في البلد اليومين دول. مش مشكلة. المهم ان الحريق فضل 10 ساعات من غير ما حد يسأل في امي. صح سوري، انا نسيت اصلا ان ده فائض في النفط والبترول. الدولة مش عاوزاه فسيبه يولع. يا راجل كبر مخك. صح اكبر مخي. المخلوع قال لي كبر مخك، كبر مخك. حاضر. الحاجة الجاية بقى شوية بيقول لك ايه، كان دايما يطلع يقول لك مصر عاوزة واحد عسكري يعرف يمسكها. يا راجل قال يعني ده على اساس اللي ماسكها دلوقتي مانويل جوزيه. صدمتني يا ولادي. ماشي. واجمل حاجه طبعا في اعلامنا المصري خلاص ان هو بيتميز بعدم تدخله في شؤون الدوله الخارجيه، وخاصه دوله السويس الشقيقه. السويس هي اللي اشعلت الثوره، وعشان كده دلوقتي الثوره بترد لها الجميل. احنا كلنا في الوطن حتى الثوره. فين خير رمضان ايام ما كان مصر بتتحرق؟ ولا بص الكتب بس يا ابن المثقفه. ما علينا. مصر بتتحرق، مصر بتتحرق. يمكن خير ازيك؟ انا اهو بتكلم عنك النهارده على فكره. مصر بتتحرق. خلاص بقى. مصر بتتحرق، مصر بتتحرق. يوه ما علينا يا جماعه، ما علينا. في ظاهر حاجه في ما ورايش غير مصر بتتحرق دي. وبعدين المشير لو كان له مزاج يطفي الحرايق دي مش هقول لكم بقى يبعت وما يبعتش وليله الزرقاء، لا هي كلها فرقه صعب تروح تعمل بس زي البني ادمين على الحريق. كان زمانها انطفت. ولكن ليه؟ بس المشكله عندنا طيارات الاطفاء بتاعت مصر عامله زي الكوبايات اللي موجوده في النيش، ما تطلعش غير بالضيوف. صح؟ الكاميرا اتحركت على فكره. ادي اخرة اللي صور الكاميرا السند. ماشي. شفنا طول الليل اللي كان فيه الحريقه حاجه واحده بس نازله على الفيس، يقفلوا المحابس بتاع الغاز الطبيعي اللي عنده غاز طبيعي عشان ايه؟ التفجيرات وعشان النار ما توصل لكم. ده على اساس ان انا لو اختفيت في النيل الظهر ارجع البيت على المغرب الاقي التفه تطلع لي من الحنفيه. وجهه نظر. في الاخر احنا مستنيين الخروف اللي يطلع يقول لنا ما عندناش سويس، ولا يطلع يقول ان ده عادي بيحصل في اي دوله في العالم. عادي يا جماعه، عادي. فيها ايه؟ فيها حريقه حصلت، تفجير بترول، ما فيهاش اي حاجه، عادي جدا اصلا. يعني احنا الكلام ده كله المهم انا كده خلصت اللي عاوز اقوله بصراحه في تفجير السويس. عاوز بس اقول حاجه بس. احنا النهارده شم النسيم، انا بصور الحلقه دي احنا في شم النسيم. في حاجه بس لفتت نظري ان احنا عندنا في المكان اللي انا ساكن فيه اعرف ناس كتير كانوا يقول لك ايه، لا ما بحبش الفسيخ وياي والفسيخ ومش عارف ايه والفسيخ طعمه وحش وريحته، انا بسيب لهم البيت. بغض النظر مين اللي كان بيقول الكلام ده يعني، خلاص فاهمين انتوا. سبحان الله طالع من البيت النهارده لقيتهم هم نفس البني ادمين قاعدين بياكلوا فسيخ بره، وتسمع بقى احلى كلام
النبي هات لي فحل بصل يا ابويا. فحل بصل. الظاهر الناس ديت جوه البيت حاجة وبره البيت حاجة. ايه؟ خلص الوقت؟ خلص الوقت. ماشي. لحد ما نشوفكم الحلقة الجاية ويكون معانا بقى الونش وسبعاوي كامبو. اعملوا اي حاجة واتفرجوا على الفيديو. متنسوش سبسكرايب خلاص وشيروا الفيديو، يعني لو عايزين تدعمونا. يا رب نكون وصلناكم في الفيديو. فاهمين يعني انت هو انا؟ فاهمين؟ فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟